70% من أعراض القولون مش من القولون أصلا. عارفين منين؟ من دماغنا. ليه؟ القولون العصبي مش مرض، ده متلازمة. يعني إيه متلازمة؟ يعني مجموعة أعراض تحصل مع بعض من غير سبب عضوي واضح كده يجي المرض. يعني التحاليل تمام، منظرك حلو، الأمعاء سليمة، ومع ذلك اكتئاب، انتفاخ، غازات، ألم، دوشة، تقلصات، ترجيع، وإمساك وإسهال. المصيبة إن القولون بيلعب في حاجتين، المزاج والمشاعر. تخيلوا، لأن عندك في جهازك الهضمي بيسموها ناقلات عصبية، أعصاب من المخ نفسه، أو يعني قريب من أعصاب المخ من كميتها. جسمك بيقول لك حاسس بيك، يمكن أكتر ما أنت حاسس بنفسك. بس نقول إيه؟ البعيد جعان، يا بيرمرم وبعد كده يجي يشتكي.